السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الكيكه بالكريمه بذوق الكراميل، كتجي خفيفه رائعه، مكوناتها كلهم بساط والطريقه كذلك سهله للغايه، النتيجه رائعه. كنتمنى تجربوها ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم نبقاو مع مكونات الوصفه وطريقه التحضير. بالنسبه لمكونات الوصفه ديال هذا الكيك بذوق الكراميل والكريمه، غنحتاج واحد 2 حبات ديال البيض، كاس ديال سكر حبيبات، كاس حليب يكون بحال درجه حراره المطبخ، نصف كاس زيت، عندي هنا 2 كؤوس ديال الدقيق الابيض، هادو مقادير مضبوطه. عندنا واحد الفاني، عندنا واحد الخماره من وزن 7 غرام، هنا عندي واحد 2 معالق ديال الكاكاو المر، يكون احسن المذاق ديالو كيجي اروع في الكيك، وعندي هنا واحد المعلقه ديال الخل. ندوزو دابا لطريقه التحضير. الاناء غنديرو فيه قريصه ديال الملح، واحد شويه الملح لتعديل الذوق، نضيفو عليه البيض كأول مرحله، الفانيلا، سكر حبيبات، نضربو الكل بالطراب اليدوي، ما نحتاجوش للطراب كهربائي. نضيفو الزيت، نصف كاس ديال الزيت، نضيفو الحليب حتى هو. من ما خلطت السوائل كلها، الحليب والزيت والبيض والسكر والفانيلا، دابا غنبدا نضيف النواشف، نضيف الكاكاو بعد ما نغربلو هكذا، نضيف الخميره، الدقيق 2 كيسان معبورين، نضيف شويه نخلطو ونكمل الكميه الاخرى. صافي، مع ما دخل معايا الدقيق هكذا، غنضيف دابا ديك الملعقه ديال الخل. بالنسبه للخل راه كيجي زوين في الكيك، كيهشش لينا الكيك، كيجي الكيك شيش وزوين، القوام ديالو زوين. صافي، دابا الخليط ديالنا واجد، غنوجد واحد المول وغندير فيه الخليط. المول دهنته بشويه الزبده من الجنيبات، ودرت لي بابي كويسون من التحت هكذا، وقطعته على شكل دائري باش يجيني في القاع ديالو. دابا غناخذ الخليط ديال الكيك ديالي، ها هو شوف، وغنصبو في المول باش نديرو ان شاء الله يطيب. صافي، الفرن راه شعلته على 200 درجه، كيكون ساخن. ملي غندخل ليه الكيك غادا نقص عليه، نخليه غير 180 درجه، ونخلي الكيك تيطيب معايا من الفوق من التحت مده 40 دقيقه، ونكملوا ان شاء الله الوصفه. بعد ما طابت معايا الكيك خليتها كتبرد، انا غنوجد المراحل ديال هاد الكيك كلها باش في الاخر نديرو المونتاج مع بعضنا ان شاء الله. دابا درت واحد كاس الا ربع ديال السكر حبيبات في كاسرول فوق نار هادئه، ونخليوه بلا ما نحركوه حتى يذوب معنا ويولي اللون ديالو بحال اللون ديال الكراميل، يبدا يذوب تماما، يذوب كامل. وخدت واحد الكاس ديال الماء، عندي واحد الكاس ديال الماء هكذا عامر بالماء، وعندي واحد الملعقه ديال مايزينا او نشا الذره. غناخذ واحد الكميه من هذا الماء نذوب فيه هاد النشا ونخليه حتى هو جانبا، وانتم غتشوفوا معايا طريقه التحضير. ما دام معايا داك السكر حبيبات كيصبح على هذا الشكل، هذا اللون ديالو هكذا كيجي. دابا هنا راه باقي شويه الحبيبات، غنخليه فوق نار هادئه حتى يذوب تماما ويولي بحال السيرو، بحال ديال السيرو. استمر في التحريك، ها هو داب معنا. دابا غنضيف ليه هذاك الكاس اللي نقصنا منه واحد الربع ديال كاس الماء، اللي نقصنا منه ربع الماء اللي درناه مع المايزينا، كيبقى عندنا كاس الا ربع هكذا. هذا نضيفو، متخافوش واخا يتحجر، متخافوش.
نبقاو نستمروا في التحريك حتى تذوب معنا هاد الكتله هذه اللي تكتلات لينا هنا نورمال. بعد ما تذوب غنضيفوا ديك النشا اللي ذوبنا فيه. بعد ما ذابت تماما هذيك الكتله، شوف كيف تصبح بحال هكا. دابا غنضيفوا ديك الملعقه ديال النشا اللي ذوبنا في الماء، ونخلط حتى يتقال معنا الخليط واحد شويه. صافي نزولوه فوق النار ونخليوه حتى تبرد باش نستعملوه ان شاء الله في الحلوه ديالنا ديال اليوم. بعد ما طابت معنا الكيك صافي دابا غنحيدها من المول نحيد لها البابيي كويسون. دابا غنحطها ونقسمها على جوج. غنستعانه بواحد السكين يكون كبير كنقسمها على طبقتين. صافي هكا كيولو عندي جوج طبقات. دابا بحال شي هاد الطبقات بجوج غادي نسقيهم وندير لا كريم. بقاو معنا تبعوا المراحل الاتيه. الكيك ديالي الى نصفين حطيتها فواحد الطبسيل هكا ديال التقديم. دابا انا عندي واحد شويه السيرو، كيمكن لكم تسقيوها حتى بالحليب ماشي مشكل. انا درت السيرو كيعجبني النكهه ديال السيرو فيها، اللي فيه عصير الحامض وكاس ديال السكر وكاس ديال الماء. كتحطهم فوق النار حتى يولي هكا السيرو. واللي ما عندوش الحامض يقدر يدير غير فاني يديرها. غنسقيها مزيان بهذا السيرو، بغيت تجيني شويه فاسكه. ناخذوا لا كريم شونتيي تمونطيوها ونديروها حتى هي كطبقه، نيطاليوها مزيان هكذا. لا كريم شونتيي انا عندي هنا واحد شويه اللوز كونكاسي اللي محمر وكونكاسي، كندير واحد شويه هكذا باش يجيك الكروكون يجينا وسط الكيك. والكراميل اللي حضرنا مع بعض حتى هو غادي نديرو فوق هاد اللوز كونكاسي باش كتجي ديك التعليكه وسط الكيك. صافي كناخذ القطعه الاخرى ديال الكيك وكنحطها فوق هذه بهذه الطريقه. الجهه اللي كتكون التحتانيه هي اللي كنديرو الفوق باش ملي كنديرو السيرو كتشرب معنا، ما كنخليوش الاخرى اللي كتكون مكونه واحد القشره حتى هي نسقيوها بداك السيرو اللي تبقى عندنا بلا شونتيي عاوتاني ونديروها من الفوق حتى نغطيو الكيك كلها بلا شونتيي. نحطو يبرد معايا واحد شويه عاد نكمل ان شاء الله الوصفه. هاي الكاطو شويه دابا غادا ناخذو ندير هاد شويه اللوز كونكاسي من الجنيبات هكا، نلصقو في جنيبات هكا. صافي هذا دغيا كيلتصق معنا حتى هذا يطيح لينا نقدروا نهزوه كلوني. دات هنا بلا شونتيي في النصف. غناخذ واحد الطريف دابا ديال سلوفان او فيلم المونتير غنديروه هنا في الوسط هكذا غير باش نخلي النصف نديرو في شكل والنصف الاخر نديرو في شكل. هاد النصف غادا نعمرو اللوز كونكاسي هكذا. صافي دابا غناخذ الكراميل اللي صوبنا وغنديرو في هاد النصف الاخر، غنصبوه هكا عشوائي ونحيدو هاد الفيلم المونتير اللي خلقنا به قبيله غير بشويه. صافي دابا ندير الكيكه ديالي تبرد الحين تقديم ان شاء الله. الكيك بعد ما نساليته من التزيين كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين كيجي رائع والمذاق اروع. داك الكريمه والكراميل كيتواتوا مع بعضياتهم مع الكريم ديال الشوكولا كيجي زوين هكا. النصف درنا فيه هكا اللوز والنصف الاخر بقى فيه كراميل وحكيت عليه داك الفاج ديال الكراميل درتو فوق منه. هو هذا الطريفات اللي كتشوفوا هكا هما ديال الكراميل هادو حكيتهم هنا النصف الاخر. وكيبقى كاقتراح اللي بغات تصاوبها ان شاء الله في الدار هكا للضيوف ولا لوليداتها تكون بارده هكا في هذا الفصل حتى هي راه تكال كتجي لذيذه بزاف. ما تشبعوش منها ان شاء الله غتعجبكم. غير جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. كيف لكم داك الذوق ديال الكراميل مع الكريمه والشوكولا كيتواتوا مع بعض كلهم. يعني قطعت لكم مورسو باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. كتجي رائعه وكتجي ديك الطبقات زوينين باينين. شوفوا كيفاش دايره زوينه. شوفوا
كتجي زوينه وكتجي فتيه. ايوا كيبقى تزين كاقتراح من عندي هنا، نتوما تزينوا بالطريقه اللي بغيتو ان شاء الله. وبهاد الكيكه ديال اليوم الكريمه والكراميل كنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. الى اللقاء، الى فيديو اخر. اللهم